لكن هو تعال نشوف ايه اللي عملوه في سوريا. هو كان بيقف مع النظام فتره معينه لحد ما يبدا يجهز على المعارضه هناك، يحس المعارضه خلاص هتنتهي، يروح يقف مع المعارضه لحد ما المعارضه تحسن الموضوع، يخفف عنها التسليح من اجل اسقاط الدوله في نهايه الامر. وهذا هو ما يريده في مصر. ما وصل الى الحال في ليبيا وفي سوريا، واحنا بقينا على مسارات تقسيم. لازم ندرك ان احنا الدوله الوحيده اللي ما زال لها جيش، وده احنا اصدرناه في بيان رسمي. جيش مصر هو الجيش الوحيد المتبقي في المنطقه. هدم هذا الجيش يعني انفراد اسرائيل بالمنطقه، وهذه هي مصلحه امريكا، وهذا هو ما يحدد مصلحه امريكا في المنطقه. مصلحه امريكا في المنطقه بتتحدد رقم واحد من خلال اسرائيل، باعتبارها القاعده الثقافيه والاقتصاديه اللي بتتحكم من خلالها في المنطقه. موقفها في سوريا، موقفها في العراق، موقفها في سائر الدول بيتحدد من خلال مصلحه اسرائيل. والكل كان بيبعت رسائل لامريكا في الازمه الماضيه ان مصلحه اسرائيل من خلال سيناء، خدي بالك لازم تعرفي بالك ان مصلحتك معانا. الاخوان كانوا بيبعتوا الرساله ديت، والطرف الثاني كان بيبعت ايضا هذه الرساله ان مصلحتك معانا في الحفاظ على امن اسرائيل. فلذلك ده هنقدر نفهم منه هي ليه ممكن بتؤيد يعني جماعه الاخوان في هذه المرحله.